يا مساء الفل والجمال والسعادة على حبايب قلبي اللي دايما منورني ومشرفني. انا النهاردة قلت هعمل معاكم بطاطس مهروسة. كان عندي كده كام بطاطسية قلت اما اهرسها معاكم، حاجة كده جميلة واقتصادية وتستاهل بقكم، والله العظيم تحفة وهتعجبكم وهتعملوها على طول. حاجة كده جميلة والتوابل بتاعتها حلوة اوي ومخلية طعمها تحفة اوي اوي. وزي ما انتوا شايفين كده معايا، بصوا تحفة ازاي، حلو قوي. تعالي يلا بقى نخش على الوصفة بتاعتنا، وصفة سهلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي لسه يا حبايب قلبي مشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، ولايكات كتير وكومنتات اكتر. كومنتاتكم بتفرحني جدا ودايما بتشجعني وبتحفزني وبتخليني اكمل معاكم. ربنا يا رب يديمكم في حياتي ويخليكم ليا ودايما كده في ظهري. انا النهارده بقى قلت ههرس معاكم بطاطس. انا طبعا عارفه ان انتوا كلكم بتعرفوا تهرسوها، بس انا بقى قلت اشارككم معايا في الاكله البسيطه ديت على قد الايد كده. فكان عندي كام بطاطاية سلقتها زي ما انتوا شايفين معايا، وقطعت خضرة، وكان عندي فصين توم، والتوابل بتاعتي كان ملح وكمون وفلفل اسمر وحبة شطة وبصل بودرة وتوم بودرة، وبس كده. انا بقى علقت على الحلة بتاعتي وحطيت فيها شوية زيت وحطيت سمنة، وهفضل بقى العب مع السمنة كده لحد ما تسيح معايا. بحب العب معاها كده يا جماعه. وحطيت فيها حبه زيت كمان. هي اصلا عايزه اقول لكم ان البطاطس المهروسه دي بتحب الزيت كتير، بتحب الدقيق كتير. ماشي، فانتوا كل ما تكتروا كل ما هتبقى حلوه معاكم. فانا بقى هفضل العب كده معاها شويه لحد اما تسيح. والحمد لله ساحت معانا اهي، تمت بحمد الله. حبايب قلبي بقى اللي لسه مشتركش في القناه ينزل يشترك عشان يوصلكم مني كل جديد. وربنا يا رب يخليكم ليا، وتعليقاتكم جميلة جدا ودايما بتشجعني والله العظيم. انا بقى قطعت فصين توم زي ما انتوا شايفين كده معايا، هسيبها تصفر معايا شوية اهو. انا بصي بعشق الاكلة دي، بحب جدا البطاطس المهروسة، والله العظيم بجد لو جربتها بطريقتي كده هتعجبكم جدا. انا سبتها كده لحد ما تصفر معايا اهو. زودت كمان فص توم عشان كده تبقى حلوة كده وجميلة اهو. هسيبها بس تصفر معايا شوية. انا بقى جبت البطاطس بتاعتي وهرسها كده بالهراسة زي ما انتوا شايفين معايا. طبعا الطبق ما كانش نافع معايا فكبرت الطبق شوية، جبت طبق بلاستيك قعدت اهرس فيها لحد ما اتهرست معايا. لو انت طبعا ما عندكيش الهراسة ديت عادي ممكن تهرسيها بالمعلقة عادي او بشوكة. انا هفضي بقى الكمية بتاعتي اهي. انا فضيت الكمية بتاعتي كده في قلب الحلة وهقلب فيها شوية. هفضل كده اقلب فيها مع الدهان. وحطيت نص مكعب مرقة دجاج برضو بتديها طعم لذيذ جدا. وحطيت التوابل بتاعتي اللي هو الملح والكمون وفلفل اسمر وبصل بودرة وتوم بودرة وحبة شطة. الشطة ديت اختياري، عايزين تحطوها حطوها مش عايزين براحتكم، بس احنا طبعا بنموت في حاجة اسمها شطة، اكل كله بشطة. هفضل اقلب كده فيها شوية علشان تشرب من الدهان بتاعها. والله العظيم يا جماعة مش بجامل، طعم ريحتها تحفة جدا اهو. وزي ما قلتلكم هي البطاطس دي بتحب الدهان كتير. اهو. والله العظيم لسه ما حطيتش الخضرة وطعمها يجنن. انا سبتها شوية لحد ما تعمل مع الدهان وكده اهي. وحطيت فيها شوية خضرة
لو ما عندكيش خضرة ممكن تحطي طماطم، في ناس بتحطي عليها طماطم، بس انا بصراحة بحبها بالخضرة، تبقى كده ريحتها حلوة قوي كده. في ناس بتحبها بالطماطم، بتحط عليها طماطم برضك، وبرضك هي مبتبقاش وحشة، بتبقى جميلة برضه، بس على حسب التعود بقى، احنا متعودين عليها على طول اللي نحط لها خضرة عليها. ما هو بس كده، دي اكلتنا بسيطة خالص ازاي. شفتوا بقى الشكل والجمال والحلاوة؟ انا اصلا وانا بوريها لكم كده خلصت نص الطبق من حلاوتها والله، وسهلة وبسيطة. اي حاجة بقى اليومين دولت يعني، لو لقمة بسيطة قد كده اهو، الحمد لله، ربنا بس يديمها علينا نعمة اهو. بألف أنا وشفا يا رب علي ياكل منها. ايه، شجعوني بقى بلايكاتكم وكومنتاتكم الحلوة بتاعتكم ديت. يلا باي باي.